خلينا وراك يا عم فريرة لغاية ما تجيب اخرك. احنا وراك وورا جون ادوارد، عشان المفروض ان احنا ما نهاجمش التجربة والكلام الحلو الجميل اللي بيقعد يتقال لنا ان انتوا انتظروا على مدرب الزمالك، وان انتوا بتستعجلوا دايما وبتحاولوا تهدموا الفريق، وان مشكلتنا ان احنا دايما بنغير مدرب كل فترة قصيرة. فاحنا وراك يا عم فريرة لغاية اما نشوف اخرك ايه. وجون ادوارد هل فعلا التجربة اللي هو عايز يعملها في الزمالك هل هتمشي فعلا ولا لا؟ قدامك حل من اتنين دلوقتي. احنا هنقابل غزل المحلة، يا ابيض يا اسود معانا. ليه؟ لان غزل المحلة هو اكتر فريق في الدوري بيعرف يعمل زون ديفنس وبيقدر يلعب ورا الكورة، وما بيعملش غير هجمة بشكل واحد عن طريق لاعب واحد فيه. انت لو مسكته خلاص الفريق ده هيفضل يدافع قدامك بس، وانت تقفل على رشاد العرفاوي اللي هو اللعيب التونسي اللي بينزل بيلعب شادو سترايكر كده، وبيتحرك حر تحت المدافعين ويفضل يروح يمين وشمال وينزل ويستلم ويلعب الفرقه لغايه ما يطلعوا لقدام ويعملوا هجمه مرتده، وده اللي بيلعبوا عليه او كرات ثابته. فانت دلوقتي انت كل مشكلتك ان انت وقعت في الماتشات اللي فاتت مع فرق شبه دي. يمكن دي هتبقى اكتر فرقه اعنف فيهم، لان هي عندها دفعه كبيره جدا ان هي اقل فرق تقريبا الدوري اللي بقى دخل فيها جوان. وكابتن علي عبد العال طبعا مالديني الكره المصريه اللي هو التجربه الايطاليه، الدفاع حتى الدفاع حتى الدفاع حتى الاستماته حتى الموت، لازم ندافع اكننا بندافع عن شرفنا بالظبط. فانت دلوقتي ما قدامكش غير ان انت تكسب المحله، لان اي اخفاق هيحصل قدام المحله معناه ان انت ما بتعرفش تلعب قدام الفرق اللي بتعمل زون ديفنس قدامك. وعندك مشكله كبيره جدا جدا جدا، هي اصابه عبد الله السعيد، وهنشوف هتتصرف ازاي. هنا بقى يبان الكوتش اللي بيقدر يقرا المنافس بتاعه ويقدر يحط حلول. وكمان عودة الدباغ اللي كان بيعمل لك ضغط على المدافعين، واصابه ناصر منسي. فاحنا كده مضطرين ان احنا هنشوف عمرو ناصر وسيف الجزيري او احمد شريف يلعب مهاجم او احتياطي لعمرو ناصر في الماتش ده، بناء على قناعاتك يعني، وان انت معتمد على عمرو ناصر ان هو يبقى موجود، وسيف الجزيري مستبعد تماما خلال الفتره اللي فاتت. فاحنا هنشوف بقى افكارك النيره في ان انت ازاي تقدر تخترق الفرق دي. طبعا الفرق دي معروف جدا فرق يعني طريقه اختراقها هي اول حاجه الشوط من بعد او الشوط من نص الملعب. اللعيبه لازم تكون شويطه وبتعرف تشوط كويس. تاني حاجة الكرات العرضية اللي بتخلخل أي دفاع، لأن احنا أصلا عندنا الآفة دي في الفرق المصرية كلها، حتى منتخب مصر برضو بيعاني أمام الكرة العرضية. فأنت الاختراقات طبعا من النص، واللعب عن طريق الحرفنة زي بيزيرا زي يعني المفروض ان البديل الطبيعي يكون احمد حمدي لعبد الله سعيد. ما اعرفش انت هتالف ولا هتعمل ايه، وشكلك كده هتنزل لنا سيف فاروق جعفر في الاخر، وهنقعد كلنا نبص لبعض ونفضل مستنيين انت هتنجح ولا لا، سيف هيجيب يعني زيد ولا لا. احنا خلاص والله العظيم ثلاثة الواحد بيبقى قاعد بيتفرج على ماتش الزمالك نفسه يخش جوه الشاشه يروح جايب دماغك دي يقعد يرجها كده ويقول لك فوق بقى، فوق فوق. مش ده اللعيب اللي انت ممكن تعتمد عليه دلوقتي. في لعيبه بتنزل وانت كسبان، تنزل يعني تخليهم روح المشاركه كده، مش ده الاعتماد عليه بشكل رئيسي. البديل الطبيعي لعبد الله سعيد هو احمد حمدي. حتى عبد الله سعيد نفسه لما طلع قال قبل كده انا اكتر لعيب شبهي تقريبا في مصر، ما قالش حتى ناصر ماهر، قال احمد حمدي. فهنشوف التأليف هيودينا فين. يا رب ان شاء الله يكون التشكيل على ما يرام، ويكون اللعيبة مركزة، ما يكونش متأثرين بالهزيمة بتاعت ماتش القمة اللي فات، ويكون المدرب اتعلم من غلطه. والثغرة اللي عندنا ما بين الباك الشمال وسيرت باك اللي هم محمود بنتايج وحسام عبد المجيد، الثغرة اللي دايما بتتفتح وبيبقى بيجي منها الاجوان فينا. كنا بنقول ان عبد الله سعيد في الماتشات اللي فاتت بحكم كبر سنه ما بيقدرش يغطي المنطقه ديت دفاعا وهجوما. ادي المره دي هيبقى بيلعب فيها لعيب صغير في السن، ايا كان بقى احمد حمدي سيف فاروق جعفر، ايا كان اللعيب اللي انت هتعتمد عليه، على الاقل خالص الثغره دي لازم تتسد دفاعيا.
انا عارف طبعا مفيش حد هيعوض عبد الله السعيد هجوميا، ولا قرايه الملعب، ولا هو يلعب لك باص ويخرجك بالكرة صح، ولا الكلام ده كله مفيش حد هيعوضه. بس على الاقل خالص يسد الحته دي دفاعيا، ما يجيش فينا نفس الجون بنفس الطريقه بنفس الشكل زي كل مره، ويبقى انت كده المدرب ما بيتعلمش من اي حاجه، ما بيعملش اي حاجه صح. كل الفرق هتلعبك على النقطة دي، كل الفرق عارفة ان انت بتقع لما الفريق اللي قدامك بيلعب زون ديفense بيقفل، انت بتعرفش تتصرف. كل الفرق الصاعدة خدت منك نقط بناء على اللي انا بقوله ده. فهنشوف بقى شغل الكاتشانا بقى، انت حفظت الفرقة ولعبت الاهلي ولعبت المصري ولعبت سيراميكا والمفروض تبقى فهمت فرقتك وحفظت الناس بيتحركوا ازاي وبيعملوا ايه. انا بالنسبة لي ماتش المحل ده يعني هو مربط الفرس زي ما بيقولوا، يا اما هتجيب يا اما مش هيبقى ليك اي اماره بصراحه. وانا من النوع اللي بيحب يصبر انا كمان، بس اصبر على حد بيديني اماره، انما اصبر على حد اوريدي بيتعلمش من اخطائه وبيعمل نفس الغلطات كل مره، ما بيعرفش يتصرف لما الفرقه بتضغط عليه زي الماتش اللي فات قدام الاهلي، ما بيعرفش يطلع بالكوره، ما بيعرفش يهرب اللعيبه بتاعته، اللي بيتلعب عليها ديفنس جامد وبيتلعب عليها ضرب زي بزيرة وكوكا اللي ما كانش بنديله فرصه ان هو يلف عشان يجي عليه بوشه، دايما ضرب. هرب، كنت المفروض تهرب بزيرة في نص الملعب يلعب جنب ناصر ماهر وتنزل مدافع ثالث، في حاجات كتيره كانت ممكن حلول تتعمل بحيث ان انت تلعب صح. بس للاسف انت ذهنك ما كانش حاضر في الماتش. اتمنى ان انت تكون تداركت الاخطاء دي وتلعب على اخطاء المنافسين، وتبتدي تعرف امكانيات لعيبتك صح، وتبتدي ان شاء الله يبقى في طريق كويس يترسم مع الزمالك بيك. اتمنى النجاح، اتمنى النجاح، بس ربنا يستر. السلام عليكم.